المعرفة والتعلم الحقيقة مش زي بعض. المعرفة حاجة معناها ان انا عندي معلومة هي دخلت دماغي. التعلم معناه ان انا عندي معلومة في دماغي والجوارح طبقت المعلومة. التعلم درجة اعلى من المعرفة. التعلم درجة هي اللي فيها تغيير السلوك وتغيير المشاعر واحيانا تغيير الافكار. المعرفة هي الاحتفاظ بالمعلومة داخل عقلي فقط. ابسط مثال نقدر نضربه في حاجه زي كده: واحد مدخن. هل في انسان مدخن لا يعلم مدى ضرر السجاير؟ المعلومه موجوده عند الجميع، معرفيا موجوده عند الجميع، ولكن اللي تعلم منها شيء هو اللي بطل سجاير لانه هو خاف على نفسه من اضرار السجاير او من اضرار التدخين. فالتعلم هو الدرجه الاعلى. كم واحد متجوز ومش متعلم جواز؟ كم واحد بيشتغل في وظيفة وهو مش متعلم وظيفة؟ التعلم